عايزين تشوفوا برلين باللون الوردي اللي يفتح النفس ده، يبقى لازم تزوروها في ابريل وتشوفوا موسم اشجار شجر الكرز. بيبقى شكلها حلو قوي وتقدروا تاخدوا صور جميله جدا وتحسوا بهدوء وراحه نفسيه. وفي مدن كتيره جدا غير برلين كمان بيكون فيها اشجار الكرز، هكتبها لكم تحت في الكابشن، وهكتب لكم اهم الاماكن اللي في برلين اللي بيكون فيها الشجر الوردي الجميل ده. المكان اللي انا فيه ده فيه 1000 شجره يا جماعه، متخيلين 1000 شجره؟ أهدتها اليابان لألمانيا كرمز للصداقة وكده، وهم زرعوها في المكان ده. فأنت بتبقى قاعد في المكان ويعني عينك مش بتجيب آخر الأشجار اللي لونها بينك دي، فبيبقى شكله حلو قوي. فلقيت هنا كمان في نص الأشجار كده في شبيل بلاتس، فقعدت فيها أنا وابني وحطينا الأكلات بتاعتنا البسيطة كده وأكلنا، وابني لعب شوية واستمتعت بالجو كده لحد ما النهار خلص. وصورت لكم الفيديو الحلو ده، حبيت أشارككم معايا الأجواء. وبعدين أخدت ابني وروحنا. المكان كان بعيد عن بيتي ساعة، بس يستاهل انه يتراح. فلو انتوا في ألمانيا ما تفوتوش الفرصة دي، وروحوا شوفوا الأشجار الحلوة اللي تفتح النفس دي وتصوروا عندها عشان شكلها حلو قوي.